انا ودن الجدع اللي كلناه ده قلبالي معدتي. انا لسه مرجع مناخيره. ايه يا جماعه؟ يا تيسير باشا، هنجيب الكاس ازاي عشان نروح من هنا بقى؟ انت فاكر الموضوع بالسهوله دي؟ الطريق لكاس افريقيا مليء بالصعوبات والمخاطر. الصعوبات ايه؟ هنلاعب الجزائر؟ لا، هنتبع الخريطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الخريطه بتقول: عند ظهور شجر الميسي اعطي له ظهرك. شجر الميسي اعطي له ظهرك، ثم قم بالدوران 360 درجة. بس كده. ثم انظر إلى اليسار وقم بعد 10 خطوات وأنت تنظر إلى الأعلى. 1 2 3 4 5. باشا يلا بينا يا عصفور. ده وقع يا دكتور. يلا بينا يا عصفور. يلا ايه؟ الجدع هيموت يا دكتور. يعني انت اللي فحرت له الفحره دي؟ ايوه انا. ده انا دخت لحد ما لقيت حفره على مقاسه. ايوه بس ده كده ممكن يموت. ولا هيموت ولا حاجه. خلينا احنا نرجع مصر بالكاس وهو يرجع مصر بفضيحه. ايوه بس احنا نرجع بالكاس ازاي يعني اذا كان هو اللي معاه الخريطه؟ الخريطه معايا يا قفص. الخريطه اللي معايا دي خريطه ليبيا. يا ابن اللعيبه يا دكتور. عارف الغابه دي بتفكرني بحديقه الاسماك عندنا، بس هنا حيوانات وهناك اسماك. هناك لا حيوانات ولا اسماك. الواحد هنا ممكن يجيب القطش بتاعه ويظبط ولا اي حد هيضرب بيه. صح. مالك يا دكتور في ايه؟ ايه؟ يا نهار اسود، ثعلب! اجري يا دكتور! اجري فين يا غبي؟ عصفور انت غبي، ولو انا مت مش هتعرف تتصرف هنا لوحدك. عصفور! لقد وجدت هذا. سأستبدلها بثلاث بقرات. 4 بقرات. 3 بقرات. 4 بقرات. 3 بقرات. 4 بقرات. 3 بقرات. بقول لك ايه انت وهو مش عايزين هزار بوابين. يا لهوي! انت متاكد ان الكاس هنا؟ وانا يعني جايبه من بيتنا، مش دي الخريطه اللي كانت مع تيسير؟ ما هو ده اللي قلقني يا دكتور. كده يبقى كمان قدام 5 متر. 1 2 3 4. اهو الكاس اهو اهو اهو. انزل انزل انزل. بس استنى، ازاي بالسهوله دي؟ ما هي حاجه تقلق الصراحه. احنا ما كملناش يوم. يلا خش هاتوا عصفور. لا ما انا اصلي لو دخلت جبته وحصل لي حاجه انت مش هتعرف ترجع مصر من غيري. ما هو انا لو دخلت جبته وحصل لي حاجه انت مش هتعرف تعيش من غيري. على السكه وعلى الدغري كده انا قلقان. خش هاتوا. خش انت وانا حامل منك ظهرك. خش يلا انا معاك اهو. عصفور! انت ايه اللي حواليك ده يا دكتور؟ انا اتجمدت يا عصفور. اتجننت ازاي يعني؟ اتجمدت زي الجيلاتي كده. وهذا عقاب من يتجاوز الحد. يلا بينا. حد ايه؟ ده الكاس ده بتاعنا. احنا اللي كسبنا غانا وخدناه، انتوا حتى اصلا ما عندكوش فرق كوره. اخرس والزم حدك، واعرف جيدا مع من تتحدث ايها المزد الوسيم. لا يا أبلة، فقرة السحر دي مش هتخش علينا. فك الجدع وادينا الكاس وخلينا نخلع من هنا من سكات بدل ما هينك. انا الساحرة ولدت ولا يجرؤ احد على اهانتي. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وكيف أتيت؟ والمصحف ما أعرف. أنا امبارح رحت للساحرة إياها، ثبتت بيرم ولقيت نفسي برجع بالعكس زي مصطفى قمر في أغنية منايا، عارفه؟ بتاع أصحاب ولا بيزنس، صديق هاني سلامة. بالظبط، الله ينور عليك، هو ده. هذه المرأة ليست بالسهولة التي تتوقعها. ما أنا مستغرب ياما يا جدع،
بغض البصر عن انها مرض. ازاي تخلوا شخصيه قذره زي دي تحكمكم يا مامادو؟ لقد كان لنا ملك شديد قوي، وماذا حدث له يا مامادو اذا؟ لقد انتزعت منه هذه الساحرة الملك. بقول لك يا مامادو، على السكه وعلى الدغري كده، انا لازم اروح انقذ بيرم وارجع بكاس افريقيا، غير كده مش هياكل. فلنذهب إلى الملك الذي انتزع منه الملك فعنده الحل، الملك كاكا. اسمه ايه؟ كاكا. هي اسمها تواليت وهو اسمه كاكا؟ انا عايز امشي يا عم من قلب المراحيض دي. إذا ما أنت نام في هذا الكهف وفي الصباح رباح. انا هنام في القرطاس ده؟ نعم، إذا طبعا كل لتنام. القرطاس ده فيه مسانيس برضه. لا إنه به بعض الناموس. بليز هيلب مي اوت. بليز. بتعمل ايه يا خواجه؟ بتصور ايه يا خواجه؟ نو نوت لايك ذيس. ايه ده؟ موز وبرتقال. باي ذا واي اي ام هيومن. بيبي. يا خواجه. لقد سلبتني توالت ملكي بسحرها. لا مؤاخذة يعني الدماغ مش واصلة، مش حاطط ايدي على البلف. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لم أكن أتوقع أن قبلة ستكلفني كل هذا الثمن الباهظ. هو انت اتنازلت عن ملكك كله مقابل فرنشاه؟ ليس هكذا الوضع، استمع إليه جيدا. قامت توالت بوضع تعويذة في فمها يتم تفعيلها عندما أقبلها في فمها. شفت آخرة النجاسة؟ عندنا في مصر اللي بينجس عربيته بيخيش يا معلم، وانت نجست الغابة كلها. وهكذا سلبت منك الملك وزادت في قوتها كساحرة. تماما هذا ما حدث. طب واحنا ازاي يعني لا مؤاخذة نقدر نبطلها سحرها ونرجع لك ملكك وارجع انا بالكاس؟ انت جاي تتكسف دلوقتي؟ قول يا عم، ما خلاص انت كده كده سقطت في نظري. كما قبلتني في فمي ونزعت ملكي مني بسحرها، يجب أن أقبلها في فمها كي أبطل سحرها. انت مخترع القصة دي كلها عشان تقنبص البت، واقف انا والراجل الطيب ده قرايل. لا على جثتي يا مامادو، الراجل ده مش محترم. لا حياة في العلم يا عنابي. لا انا جاي اجيب كاس افريقيا، مش جاي اقف هنا اوراني. عندك حل تاني ولا اخلع؟ يوجد حل آخر يا صديقي. شفت؟ قلت لك الراجل ده مش محترم، اول ما ضغطت عليه طلع بحل تاني. راجل قذر. ما هو يا كاكا؟ إذا شربت دمعة من دموع توالت تعود إلي قوتي وملكي وشبابي. وهي ماذا سيحدث لها ملك الفرنشات؟ سيذهب عنها سحرها، سيبطل. وكيف نجعلها تبكي هذه العجوز الشمطاء؟ يا لك من موز وسيم. ربنا يكرم اصلك. يلا بقى سيبيني امشي واديني الكاس. لن تمشي، سوف أحتفظ بك عندي. تحتفظي بيا؟ لا طب اقول لك حاجه تانية بقى، سيبيني امشي واحتفظي بالكاس. يا لك من عسل. عسل؟ انا ملاحظ في نبرة كلامك اني بتشقط. انا عايز امشي. لن تمشي من هنا، أنت ستصبح زوجي إلى الأبد. زوجك؟ ايه التلبيسه دي؟ لا يا ستي شوفي حد غيري. أنت لا تملك الرفض، هذا قراري وسينفذ، وإلا سأجمدك مرة أخرى. يا حراس أقيموا الأفراح. والزرافة دي برضك بتاعتك ولا اتسلبت منك هي كمان مع الفرنشات؟ هذه ليست زرافة، هذه نعامة. يا راجل بس اصلها زورها طويل قوي زي الزرافة بالظبط. دعوة الفرح، دعوة الفرح. ايه؟ يا نهار ازرق، دي تواليت هتتجوز بيرم. وحسرتها، هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب ازاي يعني يا ملك الفرنشات؟ بهذه الزواج يكون لنا
قريب منها يأتي بدمعتها.